تبدأ قصتنا منذ زمن بعيد، حين كانت الأرض مختلفة تماماً عما نعرفه اليوم. في تلك الأيام لم تكن هناك مدن ولا طرق، بل كانت الغابات الشاسعة والجبال الشاهقة هي التي تسيطر على المشهد. في هذا العالم البدائي ولد الإنسان الأول. البداية، البحث عن الأمان. لم يولد الإنسان الأول في منزل دافئ أو سرير مريح، بل ولد في البرية المفتوحة، محاطاً بالتهديدات. كان البقاء على قيد الحياة هو همه الأول والأخير. تعلموا كيف يتكيفون مع بيئتهم القاسية. كانوا يختبئون في الكهوف والملاجئ الصخرية ليحتموا من الحيوانات المفترسة والطقس العاصف. لم يكن هناك تعليم بالمعنى الذي نعرفه، بل كان كل شيء يتعلمونه من خلال التجربة والملاحظة. كانوا يراقبون الحيوانات ويتعلمون منها كيف يصطادون وكيف كيف يتكيفون مع بيئتهم القاسية. كانوا يختبئون في الكهوف والملاجئ الصخرية ليحتموا من الحيوانات المفترسة والطقس العاصف. لم يكن هناك تعليم بالمعنى الذي نعرفه، بل كان كل شيء يتعلمونه من خلال التجربة والملاحظة. كانوا يراقبون الحيوانات ويتعلمون منها كيف يصطادون وكيف يجدون الماء. كانت الحياة مدرسة قاسية، وكان الخطأ يعني النهاية. تطور المهارات من العظام إلى الحجر. مع مرور الوقت بدأ الإنسان يطور أدوات بسيطة من الحجر والعظام. لم يكن هذا التطور سريعاً، بل استغرق آلاف السنين. بدأوا بصنع السكاكين الحجرية لتقطيع اللحم والرماح للصيد. كانت هذه الأدوات ثورة في حياتهم، فقد مكنتهم من الحصول على الطعام والدفاع عن أنفسهم بشكل أفضل. أصبحوا يعيشون في مجموعات صغيرة، يتعاونون في الصيد وجمع الطعام. كان كل فرد في المجموعة له دور، فالبعض يذهب للصيد والبعض الآخر يجمع النتات والجذور. هذا التعاون عزز من فرصهم في البقاء. العواطف والعلاقات، الزواج والمشاعر. في هذا العالم نشأت العلاقات العاطفية بين الأفراد. لم يكن الزواج طقساً كما هو اليوم، بل كان ارتباطاً مبنياً على التعاون والبقاء. كانت العلاقة بين الرجل والمرأة ضرورية لاستمرارية النسل، حيث كانت المرأة تهتم بالأطفال وجمع الطعام، بينما كان الرجل يركز على الصيد والحماية. مع تطور اللغة بدأوا يتواصلون بكلمات بسيطة، مما عزز من الروابط بينهم. بدأت تظهر لديهم مشاعر مثل الحب، الخوف والأمل. كانوا يحتفلون بالصيد الناجح ويحزنون على من يفقدونه.